المرجعية الدينية العليا للشيعة، من الشيخ الأنصاري إلى المحقق النائني. مرتضى الأنصاري، الاسم الذي طبع على عشرات الكتب، اسم ازدحمت عنده الأسماء فتواضعت، ثم اختتمت الحكاية بالشيخ الأعظم. الشيخ مرتضى الأنصاري واحد من أعاظم فقهاء الإمامية وأكثرهم شهرة في القرون الأخيرة. جمع بين العلم والأخلاق، فكان آية بالمعرفة والخلق الحسن. ترك تراثا فريدا ومكسبا للطلاب على مدى قرون من الزمن. ما يزال كتابه المكاسب يدرس إلى يومنا هذا، فهو المحدث والمجدد لعلمي الفقه والأصول. غادر هذه الحياة في 18 من جماد الآخرة سنة 81 و200 وألف هجرية، وتزعم التقليد من بعده تلميذه المجدد الشيرازي. إنه الميرزا محمد حسن، السيد الذي عرف بالمجدد، والذي تزعم الحوزة العلمية وصار المرجع الأعلى للطائفة بعد أستاذه الأنصاري. جعل من مدينة سامراء محل توجه عام من قبل المؤمنين وغيرهم، حيث كانت موطنه ومحل درسه ومرجعيته العليا. أصدر المجدد فتواه بتحريم التنباك، والتي كانت انتفاضة بوجه الاستعمار البريطاني آنذاك. لم يكن السيد المجدد راغبا في نشر كتبه في حياته، وقد تحقق ذلك ونشر بعض منها بعد وفاته. استمرت مرجعية السيد المجدد 30 عاما تزعم فيها الإفتاء والتقليد. توفي السيد محمد حسن الشيرازي في سامراء سنة 12 و300 وألف هجرية، عن عمر ناهز 82 سنة، ودفن في مشهد الإمام علي عليه السلام. تزعم المرجعية والدرس تلاميذة المجدد الشيرازي بعد رحيله، كالسيد اليزدي والشيخ الخرساني والميرزا محمد تقي الشيرازي. تعاصر منهم في المرجعية الدينية شخصيتان هما صاحب العروة وصاحب الكفاية، الشيخ محمد كاظم الخرساني المعروف بالآخوند، صاحب الكتاب الشهير كفاية الأصول، الكتاب الذي صار مرجع طلبة العلوم الدينية في علم الأصول منذ ذلك الحين وإلى يومنا. إن تدريس الآخوندي كان أكثر وقتا من مرجعيته. كانت له أدوار اجتماعية ومواقف وطنية وسياسية. لم تدم مرجعيته طويلا لوفاته المفاجئة في 20 من ذي الحجة سنة 29 و300 وألف هجرية، ودفن في مشهد أمير المؤمنين عليه السلام. واصل زميله صاحب العروة الوثقى السيد اليزدي مرجعيته الدينية التي دامت وقتا طويلا. عرف السيد اليزدي بمواقفه الإسلامية والوطنية، حيث أفتى ضد الاستعمار وأوجب على المسلمين في مختلف البلدان طرد المحتلين والمستعمرين من بلدانهم. عرف بخلقه وورعه وشدة احتياطه، ولقب بصاحب العروة نسبة إلى كتابه العروة الوثقى، الذي جمع فيه الكثير من المسائل الشرعية التي تبتلى بها الناس. صار هذا الكتاب محل عناية العلماء أجمع، ومتن الدرس لبحوث الخارج. علق عليه عشرات الفقهاء والمجتهدين، ولا تخلو مكتبة فقيه أو طالب علم منه، ولا تزال آثاره إلى يومنا هذا من خلال تفريعات مسائله الفقهية. انتهت حياة السيد في مطلع 90 من عمره الشريف في 28 من رجب سنة 37 و300 وألف هجرية، ودفن في مشهد أمير المؤمنين عليه السلام. وأقيمت له مآتم ترحم لا تكاد تحصر لكثرتها في العراق وإيران. نال الميرزا محمد تقي الشيرازي زعامة الفتيا والتقليد بعد رحيل السيد محمد كاظم اليزدي. كان من تلامذة المجدد الشيرازي أستاذ من سبقه من الفقهاء. أشهر مواقف الميرزا قيادته لثورة 20، وإصداره فتوى الدفاع ضد الاستعمار الإنجليزي، ودعمه الكبير للحركة الدفاعية الشعبية ضد الاستعمار. توفي الميرزا في كربلاء في 13 من ذي الحجة سنة 38 و300 وألف هجرية، أي بعد سنة من رحيل السيد اليزدي، ودفن في المشهد الحسيني.
توجهت الناس بالتقليد إلى شيخ الشريعة الأصفهاني، والذي قاد ثورة 20 بعد الميرزا مباشرة، فتحمل أعباء مسؤولية المرجعية العليا وقيادة الأمة في أزمتها مع الاستعمار. إلا أن الموت عجله بعد مرض تعلق بالسفر للجهاد ضد الاحتلال آنذاك، والتحق بالميرزا بعد سنة من وفاته في 8 من ربيع الثاني سنة 39 و300 وألف هجرية، الموافق لسنة 20 و900 وألف ميلادية، ودفن في المشهد العلوي المبارك. توجهت الناس في التقليد إلى الميرزا النائيني، وكان من تلامذة المجدد الشيرازي أيضا. إنه المحقق الشهير الذي استطاع أن يقدم ابتكارات علمية في مجالي الفقه والأصول. تتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء والفقهاء، أمثال السيد محسن الحكيم والسيد أبي القاسم الخوئي والسيد الطباطبائي. كانت له أدوار وطنية تبرز في مشاركته في الدفاع ضد الإنجليز. كانت له أدوار سياسية معروفة، وقد كتب مصنفه المعروف في هذا المجال، تنبيه الأمة وتنزيه الملة. كانت وفاته يوم السبت 26 من جمادى الأولى سنة 55 و300 وألف هجرية، ودفن في المشهد العلوي أيضا. في نهاية هذا العرض الوثائقي نسأل المتابعين لهذا العمل: ما عدد المشتركات بين هؤلاء الأعلام؟ الدفن، المرجعية، الأستاذ، والتتلمذ.